السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح معاكم مادة الدراسات الاجتماعية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد الدرس الرابع بعنوان الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر. قبل ما نبدأ الشرح ياريت ما تنساش دعم القناة باللايك وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. أولا المجتمع المصري قديما. أول حاجة لازم تعرفها إن المجتمع المصري قديما كان عبارة عن طبقات. انقسم المجتمع المصري زمان خالص إلى 4 طبقات، كل طبقة لها دور مهم في بناء الحضارة المصرية القديمة. الطبقة الأولى وهي طبقة الملك وأسرته زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي قدامنا. الطبقة الثانية بتتكون من الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم وقادة الجيش والكتبة، ودول طبقة عليا. بعديها الطبقة الثالثة وهم صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين. آخر طبقة خالص اللي هم الطبقة الرابعة المزارعون والرعاة والصيادون وصغار الحرفيين. المجتمع المصري القديم حرص على تطبيق العدالة بين أفراد الشعب، خلى أفراد الشعب كلهم متعادلين، وده ساعد على استقرار وتقدم المجتمع في المصري القديم. الأسرة المصرية قديما قامت الحياة الأسرية زمان على المشاركة وعلى التعاون بين جميع أفراد الأسرة، فبقى يشارك الأب والأم في تربية الأولاد والأبناء ويعلموهم القيم والسلوكيات الحميدة، مش زي ايه انهم يحبوا بعض، يتعاونوا مع بعض، يكونوا صادقين، يحترموا الآخرين وإتقان العمل. فالكل فرد من أفراد الأسرة دور مهم كالتالي. احفظ بقى معايا دور كل واحد. أول حاجة هتحفظ دور الأب. الأب بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين: يرعى أفراد الأسرة ويعمل من أجل توفير احتياجاتهم، بيوفرهم الأكل والإيه والشرب والرعاية. أما دور الأم، أول حاجة بتقوم برعاية الأبناء، بتشرف على أعمال المنزل. ثالث حاجة بتعمل في مجالات متعددة زي الزراعة والتجارة والطب. أما دور الأبناء، وطبعا ده بيذهب الأبناء إلى المدرسة عشان يتعلموا القراءة والكتابة ويدرسوا العلوم المختلفة. وكمان من دور الأبناء إن هم لازم يساعدوا بابا وماما في العديد من الأعمال. تعالوا نتكلم عن دور المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا. المرأة قديما تولت مناصب عليا في الدولة، فكانت بتاخد منصب ملكة وتاخد منصب قاضية ووزيرة وكاتبة وكاهنة، وكان من حقها ان هي تبيع وتشتري، وكان ليها ميراث. كانت كمان المرأة دائما محل احترام وتقدير من المجتمع. اما دور المرأة حديثا تولت برضو العديد من المناصب المهمة. يعني احنا بنلاقي دلوقتي المرأة وزيرة وقاضية، وبتشارك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من الأحزاب السياسية. تذكر أن دور الأب في المجتمع المصري قديما يراعي أفراد الأسرة ويعمل من أجل توفير احتياجاتهم. أما عن دور الأم فتقوم برعاية الأبناء وتشرف على أعمال المنزل وتعمل في مجالات متعددة
مثل الزراعة والتجارة والطب. أما عن دور الأبناء في المجتمع المصري قديما، يذهب الأبناء إلى بيت الحياة اللي هي المدرسة لتعلم القراءة والكتابة ودراسة العلوم المختلفة، ويساعد الأبناء والديهما في العديد من الأعمال. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. ملامح الحياة الاجتماعية قديما، والمقصود بالحياة الاجتماعية اللي هي حياة الأسرة. أول حاجة وسائل التسلية والترفيه عند المصريين القدماء. كانوا بيعملوا إيه عشان يسلوا ويرفهوا عن نفسهم؟ كانوا بيلعبوا ألعاب التفكير. خلي بالك معايا بقى من الجزء ده عشان الجزء ده جديد ما اتكلمناش عليه قبل كده. ألعاب التفكير زي لعبة اسمها لعبة السنت اللي هي بنقول عليها دلوقتي الشطرنج. يبقى زمان كانوا بيلعبوا الايه؟ الشطرنج. او كانوا يلعبوا الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، وكانوا كمان بيلعبوا الألعاب الرياضية زي السباحة والتحطيب اللي ما يضربوا بالعصيان في بعض كده، والمصارعة. أما برضو من وسائل التسلية أن كانوا بيحتفلوا بكثير من المناسبات والأعياد. عندهم عيد مهم جدا اسمه عيد ميلاد الملك وتوليه العرش، وكمان كانوا بيحتفلوا بعيد الفيضان وعيد الحصاد وعيد شم النسيم. هننتقل للملابس اللي بيلبسوها المصريين القدماء زمان. بتختلف الملابس باختلاف طبقات المجتمع، فبتيجي تبص تلاقي فيه ملابس للملك والأغنياء لوحدهم، وملابس تانية لعامة الشعب اللي هم الناس العاديين. الملك والأغنياء كانوا بيلبسوا الملابس المصنوعة من الكتان عالية الجودة، أو يلبسوا ملابس من الحرير، وطبعا دي سعرها غالي جدا، وتميزت بتطريزها بالذهب. يعني كان ممكن اللبس بتاعهم يبقى داخله الذهب والفضة والأحجار الكريمة. أما ملابس الناس العادية العامة بتوع الشعب، كانوا الملابس بتاعتهم يا عيني على قد حالهم، بتصنع من الكتان، وكانت متميزة بالبساطة، وما كانش فيها أي ذهب خالص ولا فضة ولا أحجار كريمة، لأنه ما كان الناس على قدهم. أدوات الزينة عند المصريين القدماء كانوا بيلبسوا إيه وبيزينوا بإيه؟ كانوا بيلبسوا الأساور والقلائد، وكانوا بيتعطروا بالعطور، وكان بيحطوا الباروكة اللي هو الشعر المستعار. يبقى ازدهرت الحياة المصرية القديمة لكل من واحد تماسك الأسرة المصرية واهتمامها أن هي تغرس العديد من القيم لدى الأبناء، أن هم يعرفوا قيمة الحب والتعاون والصدق واحترام الآخر وإتقان العمل، وإن هم كمان كانوا بيعملوا بكل جد واجتهاد وتعاون بين كل طبقات المجتمع دون تمييز. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. يلا بينا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. رقم 1، أكمل العبارات التالية بما يناسبها من بنك الكلمات. 1، تكونت الطبقة العليا في المجتمع المصري من نقط، هنكتب الملك وأسرته. 2، أصبحت المرأة تشارك حاليا في مجلسي النواب ونقط، نكتب الشيوخ. 3، أحد الأعياد التي كان يحتفل بها المصريون القدماء هو عيد نقط، هنكتب شم النسيم. 4، أحد ألعاب التفكير عند المصريين القدماء هي لعبة نقط، هنكتب السنت اللي احنا بنسميها الشطرنج. 5، صنعت ملابس عامة الشعب في مصر القديمة من نقط، نكتب الكتان. رقم 6، تدل الصورة المقابلة على اهتمام المصريين القدماء بنقط. هنبص كده على الصورة هوضحها لكم اهي، هنا هتدل على العزف. رقم 2، هنضع علامة صواب وعلامة خطأ. 1، احتفل المصريون القدماء بعيد الفيضان والحصاد، العبارة صحيحة. 2، صنعت ملابس الملك قديما من الحرير والكتان عالي الجودة، العبارة صحيحة.
3. تشابهت ملابس الملوك مع ملابس عامة الشعب في مصر القديمة. العبارة خاطئة، كل واحد كان ليه لبس لوحده. رقم 4. تعد العطور من أدوات الزينة عند المصريين القدماء. العبارة صحيحة. 5. اهتم المصريون القدماء بتربية أبنائهم على قيم واحترام الآخر وإتقان العمل. العبارة صحيحة. 6. مارس المصريون القدماء رياضة كرة القدم. العبارة خاطئة. 7. احتفل المصريون القدماء بأعياد خاصة بالملك. العبارة صحيحة. 8. ظهرت رياضة التحطيب في مصر حديثا. العبارة خاطئة. 9. اهتم المصريون القدماء بالعزف والغناء. العبارة صحيحة. 10. تكونت الطبقة الثانية في المجتمع المصري القديم من صغار الموظفين. العبارة خاطئة. 11. يعد أصحاب الحرف الصغيرة من أعلى الطبقات في مصر القديمة. العبارة خاطئة. رقم 12. اقتصر اهتمام الأبناء في الأسرة المصرية القديمة على اللعب واللهو. العبارة خاطئة. رقم 13. تولت المرأة حكم البلاد في مصر قديما. العبارة صحيحة. رقم 14. اهتم المصريون القدماء بأدوات الزينة فارتدوا الشعر المستعار. العبارة صحيحة. رقم 15. يتشابه دور الأب في مصر القديمة مع دور الأب حاليا. العبارة صحيحة. رقم 16. للمرأة المصرية دور سلبي في المشاركة بالحياة السياسية قديما وحديثا. العبارة خاطئة. رقم 17. اهتم المصريون القدماء بارتداء الأساور والقلائد. العبارة صحيحة. صوب ما تحته خط. صنعت ملابس عامة الشعب قديما من القطن. كلمة القطن هي اللي تحتها خط. حنقول صنعت ملابس عامة الشعب قديما من الكتان. صوب ما تحته خط. صنعت ملابس الملك والأغنياء قديما من الكتان عالي الجودة والصوف. كلمة الصوف هي اللي تحتها خط. هنقول صنعت ملابس الملك والأغنياء قديما من الكتان عالي الجودة والحرير. صوب ما تحته خط. الإشراف على الأعمال المتعلقة بالمنزل أحد أدوار الأب. كلمة الأب هي اللي تحتها خط. هنقول الإشراف على الأعمال المتعلقة بالمنزل أحد أدوار الأم. صوب ما تحته خط. اهتم المصريون القدماء بألعاب التفكير مثل الصيد. كلمة الصيد هي اللي تحتها خط. هنقول اهتم المصريون القدماء بألعاب التفكير مثل السند. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا